الفيديو هادي ماهيش راح تعجب بزاف ناس. انا المهم كي نحط حاجة في الريزو سوسيو للناس يرضى عليها الله، اما رضاية الناس غاية لا تدرك. كاين مقولة تقول: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. خاوتي نحط لكم المغاربه والجزائريين، سمع مزيان هذا الشيء، راه النهار غادي تموت ما غاديش يسولوك واش مغربي ولا جزائري. ردوا البال على هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. سمعوا لهذا الفيديو وداك الشيء اللي غنقول في الاخر مهم بزاف. صلي على رسول الله وكمل حتى الاخر. الفيديو هادي ماهيش راح تعجب بزاف ناس. انا المهم كي نحط حاجة في الريزو سوسيو للناس يرضى عليها الله، اما رضاية الناس غاية لا تدرك. كاين مقولة تقول: من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. خاوتي نحط لكم شوية مقاطع واحد الفوكال بعتهولي جزائري خويا راهو في المغرب، ومن بعد نكملوا نهضروا. تحت سيدو ليك ايش عندك هنا؟ جيتارة، مايك، تريح، تغني، تلعب، تسمع. هنا اخو مازال كاين الفوق سطاح، هاك شاير، هاك مريح، والهندي خلوي خو. راحوا لي زاكسيون سيدو داخل الحفاف تزيري بالفيديو، تزيري ما يخلص عندنا شيء، اقسم بالله يا لي زاكسيون راحوا لي في طاكسي. انت مقود انت تزيري ما يخلص قال تزيري ما يخلص يا اقسم بالله. ونزيد لك واحد العبسه يا قصرت بزاف مع لي طاكسي، المالك ديالهم اللي داير لهم هاد العبسه، ما تخلصوش عند زيري وتهلاو فيهم اقسم بالله يا ودي تشوف السياسه ديالهم يا اخو، تشوفهم كيفاش يهضروا عليهم في الراديو ديالنا، كيفاش يهضروا علينا على الجزائر. يا ربك يا اخو عباد دا يقتلها 6 تاع الصباح تمشي برا شافوا ليكيب تاع الجزائر دا يقتلهم يا حتى نسقسي فيهم قالوا لي الجزائر ونقول لهم انا جزائري. انت جزائري خويا يعنقوا فيا والله غير خسرنا يا ودي. واحد المحبه واحد ما تمنيكش يا دوك نولي دوك 15 يوم نعاود نولي يا ندير لي فيديو نطول. انا علاش حطيت لكم هادوما خاوتي؟ باسكو الاونه الاخيره في لي ريزو سوسيو انا يا خويا العزيز عرفت ناس في هاد الريزو سوسيو، عرفت كاع الناس، عرفت تونسي، عرفت مغربي، عرفت جزائري، عرفت بزاف اجناس. الاونه الاخيره ولاو يجوا عندي جزائريين كيشوفوا مغربي طالع معايا، بورطون انا هذاك المغربي ما نسبلو بلادي ما يسبلي بلادو، ما نحكي له على بلادي ما يحكي لي على بلادي. خاطينا البوليتيك، تعرفنا بالقدر، قادرني قادرتو، رانا قصارين، رانا في غربه ونترافدو بيناتنا. راهم يجوا جزائريين يشوفوني نحكي مع مغربي يسبوني، وهادو ما انا تاع فيرتويال شغل ما نديرش عليهم، مي حنايا نكونوا تاع فيرتويال وتاع ريال باش نطيحوا رحمه ربي. وراهم يجوا مغاربه تاني كيشوفوني لابس تريكو ولا نهضر على بلادي يجوا يسبوا كدا باش انا نجمل نسب كاع المغاربه. ربي يكرمني بالعقل ماشي حيوان انا. المهم الفوكال اللي سمعتوه تاع خونا هضره كيف كيما اللي هضرها الرايس تاعنا تبون، ودوك نحط لكم الفيديو تاع رايس تبون. ويا خاوتي ربي يحفظكم، ما تجوش تنبوزيو عقليتكم علينا. حنا عندنا عقليه، نتوما عندكم عقليه، حنا ما نجوش نمبوزيو عليكم عقليتنا، نتوما ما تجوش تنبوزيو علينا عقليتكم. كل واحد يعرف كاش يسير حياته في الدنيا هذه هكذا. والسلام عليكم. الشعب المغربي شعب شقيق وبأتم المعنى. علاش نطرد المغاربه؟ تحيا الجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا واحد الفتنة غريبة 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 جدا، وأنا غنكون معكم واقعي وحقيقي وغنسميو الأشياء بالمسميات ديالها. ما كنبغي نضرب في حتى شي دولة، ما كنبغيش نضرب في النظام الجزائري، مع أنني
عارف شنو هو السبب الاصلي ديال هاد الفتنه. وداك الشيء اللي كتسمعوا في مواقع التواصل الاجتماعي ديال التطبيع وداك البهرجه ديال بعض الجزائريين في التيك توك وحتى المغاربه اللي كيسبوا الجزائريين، انا راه ما كنسمح لهمش وما كنبغيوش هاد الشيء نشوفوه، لان الفتنه اشد من القتل. الانسان يتقي الله. الرسول عليه الصلاه والسلام الوصيه ديالو كانت باينه، حنا ما طبقنا لا عروبه لا اسلام لا ثقافه لا تاريخ لا عرق لا والو. بقينا منساقين من وراء بعض الاشخاص اللي كيجمعوا الدريهيمات ديال التيك توك، اللي كيعشقوا الدولارات ونسينا راسنا. ولكن راه غدا امام الله كيف قلت لك في الاول، راه ما غاديش يقول لك انت واش مغربي ولا جزائري، راه ما غينفعك لا غاز لا بترول، غينفعك غير الاعمال ديالك. فإلا بقيتو غير غاديين من وراء الفتنه د مواقع التواصل الاجتماعي وكتسب المغاربه او كتسب الجزائريين، راه غتكون مشيتي في الطريق ديال الضلال، وغتكون صنعتي لراسك واحد الحفره اللي ما عمرك غادي تخرج منها والعياذ بالله. فلهذا الله يجازيكم بخير، حاولوا تكونوا عقلانيين. شخصيا كنناقش مواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي، كتكون هاد المواضيع كتهم المغاربه كما كتهم الجزائريين. فاش كيكون عندي شي تعقيب على الاعلام الجزائري او تعقيب على واحد الجزائري خرج قال واحد الكلام، كيكون باحترام، كيكون بادب، ماشي بالسبان. حاشا ولله واش نسب شي واحد، وما عمرني سبيت شي واحد، كما ما كيعجبنيش يسبني شي واحد. بزاف الجزائريين سامحهم الله غير من حيت كنخرج وكنقول هذا الكلام كيسبوني الجزائريين بزاف. وانا هنايا راه ماشي كنبغي زعما نبين راه المغاربه مزيانين، كاينين حتى المغاربه. غير انت كجزائري الا كنتي كتكذبني خرج دير شي فيديو بحال هذا اللي كنقول وشوف كيفاش غادي يسبوك الجزائريين ولاد بلادك. ما عرفتش علاش، حيت راه مؤخرا شفت شي مقاطع فيديو تخيلوا كيعلموا الوليدات الصغار كيفاش يحقدوا على المروك. هادشي راه حشومه وعيب وحرام، هادشي راه مخالف للدين ديالنا ومخالف لداكشي علاش تربينا ومخالف للوصيه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. هادشي راه حرام وما خاصوش يكون. الله يهديكم، الله يهديكم، والله يهدينا كاملين، والله يهدي المسلمين اجمعين. رجعوا للرشد ديالكم. الا شتي شي حاجه في مواقع التواصل الاجتماعي على الاقل ما تفاعلش معاها، ما تفاعلش، ما دير لا تعليق لا لايك لا حتى شي حاجه. شتي شي واحد كيسب المغاربه او كيسب الجزائريين ما تفاعلش معاه، لان داك التفاعل ديالك هو الهدف ديال داك الشخص في الاصل. هما علاش كيديروا هادشي ديال السبان؟ حيت هادشي كيطلع فايرل في لي ريزو سوسيو وكيتشاف وعليه واحد الطلب كبير. مغربي كيحط فيديو كيدخلوا المغاربه والجزائريين يتسابوا، جزائري كيحط فيديو كيدخلوا الجزائريين والمغاربه كيتسابوا، هو كيتخلص وهذا الشيء كيتزاد والفتنه كتكثر. غير هي هاد الفتنه ضروري كاين شي واحد مستفيد منها، وانت الا خممتي بعقلك غير شي شويه غتفهم شكون هو المستفيد الاكبر من الفتنه. وغير الا ما بغيتيش ترجع للرشد ديالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما كنقولها وكنعاود نقولها، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الهداية، نسأل الله الرشد يرجع للأمة العربية. وهادشي ديال الفتن بين الشعوب ما بغيناش نشوفوه أو ما بقيناش باغي نشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما عليك غير تنشر هذا المقطع هذا مع أي واحد قريب ليك. ولا كنتي أول مرة كتشوفني دير سبسكرايب، كتب شي كلمه زوينه في التعاليق، صلي على رسول الله. تلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.